بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي جمهور نادي الاتحاد، المكان مختلف لكن لايكك الجميل ما يبقاش مختلف معايا، وعايزين نوصل ان شاء الله في الفيديو ده ل 500 لايك. الكلام المهم النهارده عن صفقات الاتحاد وعن اخر التطورات جوه نادي الاتحاد خلال الساعات الاخيره دي. احنا كنا اتكلمنا امبارح عن موضوع سفيان رحيمي، واتكلمنا كمان عن حته المدرب الجديد توبلمر، واتكلمنا كمان عن موضوع نيكو ويليامز. النهارده بنتكلم عن قصه مهمه تانية. مهاجم نابولي جودي مونسون. اللاعب ده عنده 27 سنه. ارتبط اسمه كتير جدا بنادي الاتحاد، وارتبط اسمه كتير جدا ان هو هيروح الاتحاد. وفي موضوع تاني برضو عن توبلمر وعن مصيره وعن رده الرسمي عن عرض الاتحاد، واللي فاجئ بيه جمهور الاتحاد الحقيقه. بس انا الصراحه كنت مبسوط يعني. اول حاجه هبدا بموضوع المدير الفني اللي هو خليفه جاياردو. الحقيقه الناس اتكلمت كتير جدا ان جاياردو يمشي وجاياردو لا يستحق والكلام ده كله. فانا من وجهه نظري المتواضعه يعني، لو انت هتحط بديل لجاياردو فاذا انا محتاج بديل لجاياردو مناسب. انا قلت لك امبارح ان المدرب ده لعب 43 عنده 43 سنه، ولعب السنه دي ماتشات كتيره جدا، اتغلب بنسبه 10% 15%، اكتر من 15% كمان. اتغلب النهارده بتتكلم في 14 ماتش مع اينتراخت فرانكفورت. فمن الاخر المدرب ما كانش على قد ثقة جمهور نادي الاتحاد في استطلاعات الرأي وفي رأيهم. طريقة اللعب ممكن تكون مناسبة، بيلعب كرة جميلة، لكن مش فريق بطل هو اللي يستحق يعني زي الاتحاد ان هو عايز يرجع لمكانته من جديد ان هو ياخد المدرب ده. فالنهارده الرد الرسمي من الراجل، هو طلع قال ان انا مش موافق على عرض الاتحاد ومش عايز امشي من اينتراخت فرانكفورت وعايز اكمل وكل ده. فانا الحقيقه مبسوط جدا، انا اصلا ما كنتش عايزه يجي، كنت عايز مدرب يليق باسم نادي الاتحاد، مدرب سوبر ستار، مدرب تقيل، مدرب يقدر ان هو يعمل الكتير جدا لنادي الاتحاد. فانا ما كانش عندي الظن في الراجل ده ان هو يقدر يقدم النقطه دي. فعشان كده انا لما سمعت الموضوع، والموضوع ترجمته صحف كتير جدا، فابريزيو رومانو اتكلم عن الموضوع ده كمان، وصحف كتيره المانيه اتكلمت عن ان الراجل رافض مبدا ان هو يجي. فالحقيقه انا انبسطت. تاني حاجه وهي الحاجه المهمه يعني، موضوع جودي مونسون، او لو يعني مش مخطئ في اسمه قوي، الراجل ده سجل 16 هدف مع جانوا السنه اللي فاتت. 16 هدف مع جانوا. معرفش لو كنت قلت في اول الفيديو نابولي ولا جانوا، بس هو جانوا، اتلخبطت يعني. الراجل ده سجل 16 هدف، والراجل ده حاليا هو مرشح كبير جدا لنادي الاتحاد. طب يعني ايه موقف الراجل ده؟ حاليا المدير التنفيذي بتاع نادي الاتحاد او الرئيس التنفيذي بتاع نادي الاتحاد كان في تصريحات لوسائل صحف ايطاليه اتكلمت ان الراجل ده حاليا في عروض سعوديه وصلت لجودي مونسون فعلا، وعروض سعوديه وصلت ليه بمبالغ محترمه. ما ذكرش اسم النادي، بس هو غالبا هو يعني لما التقارير قالت قبل كده، والتقارير الايطاليه قالت ان الاتحاد هو اقرب نادي يعني ارتبط باسم الراجل ده. والاتحاد بس كان قبل كده اصلا كان عايز ناهيتان نانديز لاعب جنوا، بس الراجل راح القادسيه، لكن ده تاني لاعب يعني الاتحاد عايزه. دلوقتي الاتحاد موقف الراجل ده، هو رئيس التنفيذي لنادي نابولي او جنوا قصدي، هو مش معارض للموضوع خالص على فكره. محتاج بس القصه كلها ان بطوله اليورو تنتهي ويبدا الاتحاد يرسل عرض رسمي، مع ان اللاعب ايسلندي اصلا مش بيشارك في اليورو، بس هو قال لك بعد نهايه اليورو نبدا نتكلم في القصه دي. فحاليا الموضوع متوقف نسبيا، ولو على بطوله اليورو فهي غالبا هتبقى قدامها بس اسبوعين وتخلص. النهارده بنتكلم يوم 26/6 والبطوله هتخلص يوم 14/7، فالبطوله هتخلص من هنا والامور هتبدا الناحيه الثانيه في التطورات يعني والتحديث. حاجه مهمه ثانيه يعني، خلصنا في قصه الاجانب شويه. موضوع عبد الله المعيوف. عبد الله المعيوف الناس اتكلمت عنه الساعات الاخيره يعني. عبد الله المعيوف حاليا هو موقفه كالتالي، هو ما عندوش مشكله، هو عايز يمشي من الاتحاد. هو شايف ان هو عايز يجرب تجربه جديده وعايز يروح نادي جديد، وهو مش مرتاح في الاتحاد حاليا، خصوصا ان الاتحاد بيدور على لاعب اجنبي او حارس مرمى اجنبي. المعيوف بصراحه يعني على الموسم اللي اداه هو شكرا، يعني انا رايي شكرا على المعيوف، شكرا على اللي قدمه، شكرا على اللي قدمه مع الاتحاد، لكن يعني الاتحاد محتاج ابجريد على عبد الله المعيوف. حاليا بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ان عبد الله المعيوف هو موافق على عرض الشباب، لكن هو عايز مرتب مرتفع جدا. ده اللي قال الكلام ده احمد العجلان الصحفي يعني المهتم بالكره السعوديه. فحاليا
هو مفيش اي جديد بالنسبه لقصه عبد الله المعيوف. عبد الله المعيوف هو عايز يمشي، لكن هي المشكله كلها في المرتب. لو الشباب حلوا القصه دي، مع ان المصادر قالت يعني ان الشباب صرف النظر عن التعاقد مع عبد الله المعيوف عشان خاطر موضوع السن، يعني انت بتتكلم عايز حراس مرمى صغيرين. لما لجأت لك كعبد الله المعيوف، انا محتاج ان انت تقلل من راتبك على اساس ان انت حارس دولي تقدر تسد الموضوع بالنسبه لنادي الشباب كسنه مثلا، وبعدين نبدا نتكلم في حارس مرمى جديد. فعبد الله المعيوف قفل الموضوع شويه بموضوع والله يا جماعه انا محتاج مرتب عالي. فبالنسبه للناحيه الثانيه نادي الشباب طبعا رفض القصه دي وعارض القصه دي تماما، وقال ان احنا خلاص صرفنا النظر عن التعاقد مع عبد الله المعيوف بنسبه كبيره. دي اهم الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها دلوقتي بالنسبه للاتحاد وبالنسبه لاخباره حاليا. جمهور الاتحاد على المقابل كان عنده ترحيب كبير جدا، وحطوا هاشتاج مهم جدا على تويتر ان هم مرحبين بالتعاقد مع نيكو ويليامز، لاعب اتلتيك بالباو ومتالق في بطوله الامم حاليا يعني او اليورو مع منتخب اسبانيا. بس لحد دلوقتي مفيش اي مفاوضات رسميه. انا قلت لك امبارح ان المفاوضات الرسميه هتبقى لسه بعد بطوله الامم، ده لو في مفاوضات، او حتى هنستنى موضوع الميزانيه. اما ما عدا ذلك يعني هو الموضوع بالنسبه للاتحاد كده. المفاجاه اللي انا مخبيها لك في اخر الفيديو ان ممكن يكون لاعب من اللعيبه، صحيفه الرياضه اتكلمت امبارح ان في لاعب من اللعيبه الاربعه اللي انا هقول لك اساميهم دول مرشحين ان هم يجوا دوري روسي. مين هم؟ بسرعه: فان دايك، لوتارو مارتينيز، دي بروين، وفي الاخر خالص اتكلمنا عن، انا مش متذكر الاسم الرابع حاليا، بس هو احنا قلنا فان دايك ولوتارو ودي بروين، مش متذكر الاسم الرابع دلوقتي، لكن واحد منهم هيبقى موجود في نادي الاتحاد. هتتقسم ازاي دي قصه هيعملها لجنه الاستقطابات بقى مع الانديه الاربعه الكبار، سواء الاهلي او النصر او الاهلي او الهلال او الاتحاد، لكن مفيش اي اسم اتحدد لحد دلوقتي بالنسبه لنادي الاتحاد، وان كان رايي الاقرب يعني لوتارو مارتينيز. من هنا كان معاك احمد خالد، السنه في حالات ثانيه افضل وافضل. ما تنساش تكون عملت اللايك واشتركت في القناه، والسنه في حالات ثانيه افضل وافضل. السلام عليكم.